حضرتك كمان. انا عايز اسمع بقى رفيق العمر وصديق العمر طبعا شاعرنا الكبير الاستاذ فولاذ عبد الله الانور. صديق الاستاذ محمد شحات من سنين طويله. 50 سنة 50 سنة. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أشكر طبعا صديق العمر الأستاذ محمد شحات على أن جمعني بهذه الوجوه النيرة التي أحبها. وأذكر في البداية طبعا أنا أول مرة ألتقي مباشرة مع الشاعر الكبير الأستاذ عيد الحقيقة، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن محفوظ عمر محفوظ. أما الأستاذ الدكتور أحمد فرحات فأذكر طبعا من زمان شقيقي مسهور فواز كلمني عنه الحقيقة يعني كلاما حسنا، فقرأته. له كتاب مترجم من الأدب الروسي على ما أظن أو من شرق آسيا، كتاب ضخم قمت بترجمته، ما زال موجود عندي، يعني كلما أتذكرك أعود إليه. والأستاذ الدكتور محمد سيد إسماعيل صديق عمر أيضا يعني. إنما أذكر في مرة محمد الشحات كلمني، كان بيعد كتاب النقاد الجزء الأول و7 8 نقاد بس، فذكر لي بعض أسمائهم، قلت له أهنئك بأحمد فرحات الحقيقة، يعني أنا أذكر هذا، وما كانش يختار بعض الأسماء يعني. عرفت محمد الشحات قبل عام 1974، كنت في دار العلوم وجمعية الأدباء والفنانين الشبان قصر ثقافة جاردن سيتي قصادها في شارع قصر العيني بحي المنيرة، فكان هو يرتاد هناك وهواه درعمي. محمد الشحات كان عنده هوا درعمي، يغيب ويجي عندنا دار العلوم. عرفت مجموعة كبيرة، حسين حمودة، الدكتور حسين حمودة كان زميلنا، كان شاعر، والدكتور محمد بدوي، واللي ماتوا الله يرحمهم عرف الكيلاني ومحمد شرشر وحسين شاعر العامية الكبير بقى حسين السيد. أنا شهادة أمام حضراتكم كنقاد، شهادة قد تغيب عنكم. بداية الشعر عندي أنا بالذات وعند الكثيرين وعند حضراتكم هو من الشعور، ولا يتجاوز هذا زاد أم نقص. الشعر من الشعور، وتلبيس تلبيس غير الشعور إلى الشعر كانت معضلتي الأساسية، لأنني لا أكتب إلا ما أحس به. ظهر محمد الشحات سنة قبل 74، وبدأنا نتنافس، وهو من صفاته الجميلة الغيرة وحب التنافس. يعني أنا أكشفه صديقي بشكل جيد، ما من مرة طبعا إلا ويريد أن يكون مثله مثل زملائه، أو أن يكونوا زملاؤه مثله أيضا، يعني يغار لهم لا عليهم أحيانا يعني. فهو جماعي، بيحب الفريق، عشري إلى بعد حد طبعا. وبدأنا نقول الشعر في جمعية الأدباء وفي دار العلوم، وفوجئنا بقصيدة يلقيها محمد الشحات، الدوران حول الرأس الفارغ، قبل أن يطبع الديوان. وأنا أتصور أن دي بداية الحداثة في أبناء جيلنا الموجودين وقتهم. إيه الدوران حول الرأس الفارغ؟ نحن نكتب بالأصالة وتمكن الأدوات ورؤية خاصة بنا، أعجبت أم لم تعجب فهذا لا يهمنا إطلاقا، ولكن لفت انتباهنا أنه هو بيتحاور مع رأسه الفارغ، وطبعا الرأس مذكر في اللغة فهو فارغ. فكان أحيانا برغم حساسية محمد في الأداء الشعري يعني كان يغلبنا أحيانا الضحك على هذه الحداثة الجديدة. اكتشفنا أيضا
كما ذكر الأستاذ الدكتور أحمد فرحات حجم الهدف الإنساني الموجود في قصائده، والإنسانية لا تتعارض كثيرا مع الذاتية. فقد ذكر الدكتور فرحات اعتماده على ضمير الغائب، وأيضا الضمائر عنده قائمة على أسلوب الالتفات، يعني هو بعد كده يقول لك أنت، بعد كده ممكن يرجع إلى أنا، وهي دي تقرب للدراما اللي قالها الدكتور محمد سيد، الاقتناص أو الاستعانة بالتكنيك السينمائي، التغير من وجه إلى وجه بالالتفات. أشهد أيضا وأنا كتبت لكي لا أنسى، لأن أنا ما كتبت زي الدكتور عمر محفوظ ولا الدكتور محمد سيد، إنما كتبت وأنا قاعد. الفترة اللي ظهر فيها محمد شحات سبقنا جميعا بإصدار ديوانه، وجاب الديوان اللي قال عليه الدكتور عيد الأستاذ عيد صغير فعلا كده، وكتطلع أي شاعر مثل تطلع أي شاعر أحب هذا الشاعر طبعا مناقشة ديوانه، وكنا نترقب ده. وكنت أنا المشرف الثقافي لجمعية الأدباء، وعرضت على الدكتور محمد عبد العال، لكن كان في خطط تانية الحقيقة، وأسفت إن هو لم يناقش ديوانه. لكن اللي حصل كنا بنقرأ القصايد من ديوانه أمام كبار الأدباء بتوع مصر الفطاحل، كان يجوا الجمعية ويقوم محمد الشحات ويقرأ هذا الشعر، ويقرأه بحرارة غير القراءة اللي سمعتوها الآن، كانت مختلفة خالص. كان يقرأ بأعصابه ويغلبه البكاء، وهو بيقرأ كده تلاقيه يا دكتور إيه قاعد يدمع ومش عايز يكلم حد وينزل وساكت بقى. هي دي فعلا اللي جمعت أصدقاء محمد حواليه، وهو شديد العتاب، تغيب عنه بعد يومين فينك يا عم، أنشر مثلا أنا قصيدة محدش عارف يكلمك، ما أنت نشرت قصيدة في الأهرام وحاجات كده يعني. وبالتالي العشرية وحب الآخر ده أمر مفروض يكون موجود لدى الجميع الحقيقة، إلى أن اندلعت تغيرات ضخمة على الساحة. هذه التغيرات تم استغلالها من قبل الطوائف والأحزاب. الكلام ده اعتبارا سنة 75 لما افتتح السادات قناة السويس. نعم، عمل فكرة المنابر والحاجات اللي زي دي، واكتشفنا حقيقة في تغيرات باهظة بدأت بارتفاع طفيف في الأسعار، وبرغم انتصار أكتوبر العظيم جدا، لكن وجدنا في الجامعة بالذات واتحادات الطلاب في هجوم على السادات يعني، وفي ظهرت الأيديولوجية، وظهرت زي ما قال الدكتور عمر ان اللغة عنده وظيفة لقضية تقريبا. فظهر ان لو انت مش مع الجماهير انت مش شاعر بقى. والحقيقة جرف محمد الشحات يعني بس بذكاء بأقدام ثابتة، هم تم الضغط عليه إلى أنه لابد أن يكون الشعر لقضايا الجماهير. ورجعنا للمقولة الأولانية، الشعر من الشعور. أنا نفق الجماهير، هو الجماهير ديت هتفهم ده، أنا من النخبة وأنا بكتب اللي بحس بيه، والقضية كتبت عنها أو ما كتبتش خلاص. وبالتالي بدأ نوع من الخلاف الخفيف أمام التغيرات الباهظة، إلى أن وصلت ذروتها سنة 77، وقامت الدنيا في مصر على ارتفاع السعر رغيف العيش من تعريفة القرش ساغ، واتكسرت القاهرة كلها والعربيات وكله بقى، وبدأ بقى توجه جديد، ونجحت اللي هي الطائفة أو نجح المعارضون في استغلال هذا الأمر طبعا، وتم الضغط. ودي الأزمة اللي بيعاني منها محمد الشحات. فوجد زملاؤنا الأعزاء وجدوا اللي هم جماعة أصوات وإضاءة، وجدوا طبعا فرصة، لأنهم هم شعرهم متوجه للجماهير. بصينا بقى اللي مش كاتب عن الجماهير بره المسألة، لا محمد الشحات نفسه لا هو تبع إضاءة ولا تبع أصوات، ولا هو يستطيع أن يكون مع اليمين أو اليسار، يستحيل يكون مع اليمين. وأيضا
اليسار مش في طبعه، ده أبوه يعني علمه في الكتاب وهو حافظ كتاب الله. ومهما كان المسألة يقال إن المسألة ديت بقى إيه توظيف للشعر، هو عايز حرية كما ذكر الدكتور فرحات. فبقى في مأزق. جربنا هذه المعاناة فيه، وإحنا كنا نسهر، هو كان ينام بدري فكنا نقعد، فكان الألم يبان عليه كما يظهر أحيانا الآن، لدرجة إن هو يكبس عليه النوم مثلا على الساعة 10 لازم يقوم بدري، إنما رايح مهموم بقى، وكنا نخشى عليه لدرجة. نعم بطل رياضي، كان بيلعب كورة، كان ما هو رياضي وفي نفس الوقت بقى الشعرية لدرجة أنا يعني قلت وجه الشحات آخر الليل عنوان ينفع لقصيدة بقى، ووضعت هذه المقدمة مع ما ضيعته. كنا نقعد على المقهى في ميدان التحرير وهو يقعد يعمل كده وإحنا لسه هنبدأ اليوم، فوجه الشحات آخر الليل. ألمته هذه الصراعات بين اليمين واليسار طبعا، لكنه انحاز لليسار في البداية، فبالتالي اعتبر ما لم تكن هناك قضية للشعر فليس بالشعر. وكان طبعا يمسك المسكين ده فيقول له انت ما بتكتبش، ما فيش قضايا جماهير ولا حاجة. وانا طبعا لا اتركه ايضا، واعود للمقولة الشعر من الشعور والشاعر حر وسيظل حر. وكما ذكرت لمعالي الدكتور عمر قبل حضور حضراتكم عندما تكلم عن النقد، قلت ان النقد المعاصر شهادة مهمة طبعا، ولكن سوف يأتي وقت على محمد الشحات ينتبه النقاد إلى ما ذكره تحديدا الدكتور أحمد فرحات فيما يتعلق بحوار الأعضاء. كفي قالت لكف دي لا، الرأس الفارغ الظل ده في قصيدة له ذكرها الدكتور عمر انه هو اصطحب خوفه معه، تجسيد المعنوي، وقعد يتحاور مع انا اظن ان النقاد سوف يتوقفون طويلا عند هذه الامور، سواء المعاصرين منهم ام المستقبلين. بدليل ابن الرومي سقط تماما، وهو استاذ كما ذكرت لحضرتك، استاذ الصورة الشعرية المبهرة ابن الرومي، فلم يذكره نقاد عصره لأنهم لهم مقاييس في النقد تنطبق على شعر غيره. أما شعره هو الجديد بصوره الشعرية كان صعب أن هم يصلوا لتقنين ووضع قوانين لهذا الشعر، سواء أهملوه بسبب هذا الأمر أو أهملوه بسبب خلافات عصرية معاصرة، فالمعاصرون لهم خلافات مع بعضهم. ظل فترات طويلة، ولكن عاد الآن ابن الرومي لا يذكر المتنبي ولا يذكر البحتري إلا ويذكر هؤلاء العمالقة ومنهم ابن الرومي، وصوره مذهلة. ويكفي أن العقاد كتب عنه، وعندما تجرأ أن يكتب عنه الكتاب دخل السجن. وعبد القادر المازني بسبب الشؤم لما كتب عنه اتكسرت رجله ومراته ماتت وبعدها بنته ماتت. يعني ما نكتبش عنه؟ نعم، يعني ما نكتبش عنه؟ لا ده النقاد بيكتبهم، ده هو فتح الطريق. مبدعين عصر كانوا خايفين من النقطة دي، كانوا حاسين بقى. وهو نفسه هو عبر عن نفسه، قال كل حاجة بعملها يعني. فمحمد الشحات أيضا لا ضرر ولا ضرار. أنت الآن يعني معك نقاد كبار نغبطك عليهم كما قلت لك، نغبطك عليهم حقا، ونشهد لهم عنك بأن بالحاجات المهمة النقاط السريعة ديت، ان صورتك الشعرية فيما تتعلق بالأعضاء والرأس والعيون والحوار والقدم، ده أنا كنت بضحك لما كان يسمح لي القصيدة، كنت أموت من الضحك وهو زعلان متضايق. ازاي انت لازم تسمع ده، دي غلبت ديت ودي قالت دي كذا وبعدين ديت عملت كذا. الحقيقة على فكرة بس دي كانت موجة جميلة حدثية، يعني حدثية اللي هو بتاع براد الشاي المغلي ده، القصص اللي هي نعم حدثت، وكان اعلى من يوسف ادريس كمان. يعني شوف يوسف ادريس كان نقله، بالظبط، كان النقله الاهم كمان حاجه ما التفتلوش الناس بالظبط. ودلوقتي بيلتفتوا له بقى ان هو ابو الحداثه في القصه القصيره. فكان محمد شحات سابق في الفتره دي برضك في الراس الفارغ. ده صحيح. ده صحيح. والباحث مستقبلا، الباحث المستقبلي الامين
هو هيغربل كل ده ويجيب ده، وهيشوف شعراء عصرك ويشوف اخذ من هنا وعطاء من هنا، وهيطلع بهذا الذي اشرنا اليه واشار اليه الدكتور احمد فرحات، اللي هو حوار الاعضاء والضمائر الحقيقه، لان دي خصوصيتك. لن اطيل، انتقل الى انتقل الى نقطه مهمه اخرى. يعني محمد الشحات فعلا شاعر انساني، وبس استسمحك ان انا اضيف عليها الذاتيه موجوده، لان الذاتيه برضو قريبه من الانسانيه. فهو حتى لما بيكلمني حاليا او كان يتكلم زمان، فكان يتكلم عن صدى الغير عنده هو، وهو خليك كده ابقى صديقه كده واهجره او خد موقف منه. طبعا المساله هتخش في الانسانيه اللي هي نابعه من جواه من الذاتيه. فقصائد الذاتيه يا دكتور انا بتصور انها ايضا كثيره، بس الانسانيه غالبه. وانا طبعا احييك لان الناحيه الانسانيه دي ما كانتش موجوده في السبعينيات عندنا ربما على الاطلاق. يعني ما كانش موجود البعد الانساني، انما هو كان موجود بعد الصياح الجماهيري ومواكب الجماهير والاصطدام بالسلطه، واحنا ما نعرفش بقى المسائل ايه بقى. لدرجه ان هو كان يعجبه طبعا جدا شعر نجيب سرور، وازاي بابا يتعرض للاهانه امامه، وكتب قصيده لنجيب سرور ايضا. اهم ما يميز الشحات ايضا حفاظه على معتقده، وانبعد عن الجدل اللي هو بيثير جدل في الطبقات الثلاثه، الدين والسياسه والجنس. اظن طبعا اي ناقد فيكم تاكد ان هو بعيد عن هذه المناطق دي، ولكن حته بقى قضايا الناس بتغيب وتظهر. اخر حاجه عايز اقولها ان لما تم الضغط علينا بقضايا الجماهير واحنا كشعراء لو سياسيين ماشي، هو صحيح انا كنت انتمي المعسكر ناصر الشباب الاشتراكي، لان كانوا بياخدوا اوائل الطلبه والموهوبين في جميع المدارس ويجيبونا في معسكر ناصر شباب ناصر. نعم، منظمه الشباب الاشتراكي كانوا ياخدونا الاوائل والموهوبين. وجيت معسكر ناصر الشباب الاشتراكي وصديق عمري حمدين صباحي ربنا يديله الصحه كان هناك يعني. بس فالمهم نجحت انا طبعا في رئيس اتحاد الطلبه عندكم في جامعه القاهره باين المعتقد. نعم. بس وبقينا هناك وانا كنت رئيس معسكر النصر وحمدين معسكر التحرير، ووجبت التصفيه. لكن زمايلي في الثانويه العسكريه وقتها كلهم صعايده، فعايزين الصعيدي ده ينجح، وانا مش اداري زي حمدين صباحي. ففي المسرح المكشوف أدرك بذكائه السياسي حمدين صباحي أن صديقه فلان سينجح يعني، فهو قام في الميكروفون واعتذر، تنازل عن اسمه وزعلوا البحروة جدا، لكن الصعايدة سقفوا وخدت المعسكر اللي أنا مش عارف أديره أصلا. فكان معي حمدين صباحي. سنة كام بعد إذنك؟ سنة كام؟ السبعينات. نعم؟ السبعينات لا، سنة 71. 1971. عشان كلمة الاشتراك دي متهيألي محاها السادات، فعشان كده أنا عايز أعرف. 1971 يعني بين 70 دي هي بقى اللي السادات في كنا في الثانوية، كنا عيال في الثانوية. وهو حمدين أداني ديوان لعبد الوهاب البياتي ثوري، وأنا أديته ديوان رومانسي لمحمد الجيار العسكري. يعني هي أنا فاكر وظل اصدقائنا، ما كانش مات الجيار بقى. فالمهم تبادلنا. على فكره من محب الشعر بره، لان هو طبعا اعمال بعد كده لعلي قنديل وكذا يعني. بالظبط. والمهم فوصلنا لموضوع القضيه. فالحقيقه في تاثير وضغوط، مهما يضغط عليك هتبقى في النهايه مرتبك. حصل 77 ولقيت الدكتور علي عشري زايد الله يرحمه كاتب عن القضايا، يعني الشعر الله. حتى اساتذتنا في دار العلوم بيقولوا قضيه ايه؟ انا قضيتي الشعور وبتاع. ولكن مريت بتجربه حقيقيه وكتبت، خدت اللي كتبته واديته للدكتور علي عشري زايد، فقال لي انت شعرك كله ده اصل القضيه مش لازم تبقى سياسيه. وفعلا فاجأني الرجل في مجله ادب ونقد في العدد الثاني من مجله ادب ونقد
نشر الشعر والقضيه في ولاد عبد الله الانور، وكنت وقتها هنساق مع ده صح. يعني فبراير 84. فبراير 84 سيادتك. دي كانت القضيه. عاد محمد الشحات الى طبيعته وانسانيته، ولكن لم يتخلى عن قضايا وطنه كما ذكر الدكتور أحمد فرحات. ففعلا هو الحتة السياسية بتظهر ضمنيا في شعره. أنا أهنيه وأشكره أن جمعني مع حضراتكم وعلى الرغم من عدم خروج الجيش. شكرا.